ويت باد، أين تعيش القصص. لو كنت مبدع أو كنت هاوي أو كنت عندك قصة مأساوية في حياتك عايز الناس تتعظ منها وتاخد منها عبرة، لو كنت عايز تعرف الناس بقصة حياتك بدون ما تعرف نفسك وتبقى مجهول بالنسبة للناس، ويت باد محمله أكتر من 100 مليون مستخدم. للأسف هو بالإنجليزي عشان اللي بيحبوا اللغة العربية. كل اللي محملين التطبيق بيشكروا جدا في التطبيق. هو في اعلانات كثيرة شوية، بس بيعرفك قصص حقيقية. فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان ضحك عليه في كذا، فلان. وانت بتقرا القصص الناس، وممكن كمان تبقى انت من قصص الناس اللي هتقراها. لو انت كتبت قصتك، لو انت كتبت يعني اي موقف حصل ليك، الناس بتتأثر جدا بقصص بعضيها. الناس بتحب القصة الحقيقية، ما بتحبش القصة المفتعلة اللي بتشوفها في التلفزيون أو في السينما. الناس عايزة قصص حقيقية لناس حقيقيين حصلت ليهم بالظبط. لو ما كنتش تعرف التطبيق دوت، هسيب لك لينك التطبيق في الديسكريبشن. حمل التطبيق، وقبل ما تحمل التطبيق تقدر تشوف تقييمات الناس للتطبيق. تقييمات ممتازة جدا. لو ما كنتش تعرف التطبيق وعرفته مني، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبه لك في الديسكريبشن.